عرفنا في الدرس الأول إن التيار الكهربي عبارة عن إلكترونات بتتحرك في سلوك. طب الإلكترونات دي أقدر أحصل عليها منين؟ واحد من الخلايا الكهروكيميائية، ودي من اسمها كده بتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية زي البطاريات كده. وحلاوتها إنها بتدينا تيار ثابت الشدة والاتجاه، بنسميه التيار المستمر. لحظة يا مستر، فهمني الحتة دي معلش. بص يا سيدي، تخيل ماسورة مية والمية بتمشي فيها في اتجاه واحد بسرعة ثابتة. بالظبط، هو ده التيار المستمر اللي بناخده من الأعمدة الجافة والبطاريات. اتنين، المولدات الكهربية، ودي بتحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية. يعني باختصار لازم حاجة تتحرك، زي الدينامو اللي بيتركب على العجلة كده. تركب العجلة فتتحرك، فالدينامو بيبقى متوصل بكشاف يقوم منور. بس طبعا لما بتجري بالعجلة فالكشاف بنور كويس، ولو مشيت بطيء فالكشاف بقطع. وده لأن التيار الكهربي الناتج بيكون متغير الشدة والاتجاه، بنسميه تيار متردد. كأن المية اللي في الماسورة بتروح وتيجي بسرعة كبيرة، ده اللي بنسميه التردد. طب يا مستر، ايه المفيد لينا اكتر، المتردد ولا المستمر؟ بص يا عطعوط يا ابني، الاتنين مهمين طبعا، بس المتردد ليه مميزات شوية، زي مثلا انه بيشغل معظم الاجهزة وبنستخدمه في انارة المنازل والشوارع، وممكن انقله لمسافات طويلة عن طريق السلوك. ده غير بقى انه يمكن احوله لتيار مستمر اصلا، على عكس المستمر. ما ينفعش احوله المتردد، ما ينفعش انقله لمسافات طويلة، مش بيشغل كل الأجهزة، لكن بنحتاجه في بعض العمليات زي مثلا الطلاء الكهربي. نلخص يا عطية، مصادر التيار إما خلايا كهروكيميائية يجي منها تيار مستمر ثابت الشدة والاتجاه، أو مولدات بتدينا تيار متردد متغير الشدة والاتجاه. دلوقتي خلينا نفهم إزاي الأعمدة الكهربية بتتوصل مع بعضها عشان تعمل بطارية. بص يا سيدي، ده بسميه عمود كهربي. لو وصلت أكتر من واحد مع بعض بقى اسمهم بطارية. دلوقتي خليني أسألك، هو في كام طريقة ممكن أوصل بيها الأعمدة ببعضها؟ هتقولي يا مستر كل عمود عنده موجب وسالب، فإما أوصل الموجب مع السالب، أو أوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب. حلو قوي. لو وصلت موجب بسالب كده أنا موصلهم على التوالي، ولو وصلتهم بفولتميتر عشان يحسب القوة الدفعة الكهربية للأعمدة كلها، فهيجمع الجهود بتاعة الأعمدة كلها. يعني مثلا لو عندي 3 أعمدة بالشكل ده، وعايز القاف د كاف اللي هي القوة الدفعة الكهربية بتاعة البطارية كلها، هجمع التلاتة يبقى 3 فولت. طيب لو وصلت الموجب بالموجب والسالب بالسالب هتفرق يعني؟ طبعا هتفرق، لاني لو وصلتهم بفولتميتر عشان اقيس القاف د كاف للبطارية ككل، هلاقيه بيحسبها للعمود الواحد. يعني مثلا لو وصلت 3 أعمدة بالشكل ده، هلاقي الفولتميتر بيحسب القاف د كاف ب1.5 فولت، كأن موصل عمود واحد. يعني باختصار في التوصيل توالي، زيادة عدد الأعمدة يزود القاف د كاف، لكن في التوازي زيادة عدد الأعمدة ما يزودش القاف د كاف. طب ليه نكتر أعمدة طالما بتعمل شغل العمود الواحد في حالة التوازي؟ أقولك، عشان عمر البطارية يزيد. ما هو لو 5 أشخاص بيقوموا بشغل شخص واحد، أكيد مش هتحس في البداية بفرق، لكن ال5 أشخاص أكيد هيقدروا يعملوا الشغل ده لفترة أطول. بص بقى يا عطعوط، ممكن ألاقي بطارية متوصل فيها حبة أعمدة توالي وحبة توازي زي اللي قدامك دي. في الحالة دي القاف د كاف هتساوي قاف للأعمدة المتصلة توازي زائد قاف للأعمدة المتصلة توالي. يعني التوازي هيساوي 1.5، والتوالي 3.2 زائد 1.5 بتاع التوازي، يبقى كله 6.5 فولت. الحتة دي بقى غالبا طلب التالتة اعدادي كلهم بيكرهوها، انا هخليك تحبها يا عطية وتبقى اسهل حتة عندك في المنهج، الا وهي رسم الأعمدة الكهربية. يديني مثلا مثال زي ده، وعايزني ارسم طريقة توصيل الأعمدة. اول حاجة ابص على القاف د كاف للبطارية ككل، لو بتساوي قيمة عمود واحد يبقى وصل كله توازي، لو بتساوي مجموع الأعمدة يبقى وصل كله توالي. طب لو أكبر من العمود الواحد بس أقل من مجموع الأعمدة، هنا التركاية، هتفضل ترسم توالي لحد ما توصل للقيمة المطلوبة، وتقوم راسم الأعمدة اللي فاضلة معاك توازي مع عمود من اللي رسمتهم. ناخد مثال،
هبص على القاف ده الكاف المطلوبة، ألاقيها ب3، ومعايا 4 أعمدة كل واحد ب1.5 فولت، يبقى دي أكبر من العمود الواحد وأقل من مجموع الأعمدة، لأن مجموع الأعمدة 6. فهبدأ أرسم 2 جنب بعض توالي، هلاقي كده وصلت لل3 اللي أنا عايزهم. بس فاضل معايا عمودين أوصلهم توازي مع أي عمود. آخر حتة في الدرس بيقول لي إن الليمون ممكن يشتغل كبطارية لو حطيت فيه قطعة نحاس وقطعة خرسين ووصلتهم بالشكل اللي قدامك ده. وطبعا بنفس المنطق لو اتوصلوا توالي شدة التيار هتكون أكبر من التوازي. بس يا سيدي، بتمنى لك التوفيق.